السلام عليكم أعزائي أخواني، وإن شاء الله صباح مبارك على الجميع. بداية من الحديقة بديت زراعة الموسم الصيفي، وتشاهدون نبات البامية والطرح، لكن كالعادة العصافير هم نفس الحالة، في هجما عليها وبغزارة، والحمد لله والشكر. بعد يخضر وما يخضر شو نسوي له. هاي التكية الحمد لله هي ما دفعت ذاك الدفع، لكن بقت بخضارها. صورت لكم الكتاكيت اللي طلعا فقاسة الأخ علي، وخليتهن جو هاي الدجاجة الشوكية اللي هي هم فرخت، لكن اللي شابهن كتاكيتها بقن، واللي ما شابهتهن راح أصورهن لكم عافتهن. بعدهن وحظن جو يبرد، جو هاي ما خليتهن بحاضنة، يعني شوية جو برد. ذني طبعا الكتاكيت اللي استغربتهن. وهذا الطير بطيء لقيته كاتل العطش، ومن ضمن اللقاح الصيفي لقحته. هذا اني صحتهن جيدة، لكن تعرفون مو مثل اذا حاضن او جومهن. الحمد لله والشكر، نسوي اللي علينا والباقي على الله. الدجاجة الصفرية وكتاكيتها منتظرات افتح بابهن. هاي ايضا ام نعيم وكتاكيتها منتظرات الباب فتحه. كتاكيتها طبعا الحمد لله براهمه. وذني كتاكيت ام العبد وكتاكيت الكوجن منتظرات افتح بابهن. هسه افتح بابهن وارجع لكم. ذني بدن يطلعن. هاي ام نعيم وكتاكيتها. وهذني كتاكيت ام العبد. طبعا لقاحتهن لقاح نيوكاسل تقطير بالعين. واخواني بدأ موسم الصيفي اللي هو موسم صعب جدا بالتربية، صعب. أنصحكم باللقاح، أنصحكم بتوفير ميهن أكثر من إناء، لأن أغلب الدجاج إذا يعني يشرب وأغلبيته يخلي رجليه بالمي يستبرد. تريد تحافظ على دجاجك، أولا اللقاح، وثانيا
قلت لك توفير المي، توفير المكان المناسب لهن، لا تخليهن يتعرضن للشمس بصورة مباشرة، الشمس قوية. هذا الديك البولوني والدجاجات البولش. هذا الديك الاسباني. والله اليوم خنشر مو عوايده. طبعا على وجه يكركن هاي ام العبد ومزهتر، وايضا الكوجن حاليا يبيضن، لكن من علامات الرقود يطولن، يعني من يريد يبيضن متأخرا بوضع البيض. و يعني أنصح المربين هاي الفترة لا يرقد الدجاج، يعني الجو حار، نسبة كلش ضعيفة تطلع، ما تطلع لين الجو حار. واللي عنده فقاسة يستخدم الفقاسة إذا جوها بارد أو مخليها تبريد، مخليها مكان زين، تنجح ما عليها شي. وهسه نقولكم وصلنا إلى ختام هذا الفيديو اللي إن شاء الله ينول إعجابكم وبفائدة ولو بسيطة، لكن أقول وأكرر اللايك حتى نستمر. وعذروني هالفترة تأخر على التصوير بسبب مشاغل العمل، وإن شاء الله أنا ما أنقطع، لكن أتأخر وإن شاء الله يكون الجميع بخير وصحة وسلامة، ومع السلامة. صبحكم الله بالخير. هاي الوجبة الجديدة اللي اعطيتها الأخ علي للفقاسة، والحمد لله طلعت هاي الألوان الحلوة. طبعا خليت ويان هذا الأسود إذا تشوفون، حتى أعلمهن على الأكل وعلى شرب المي. طبعا هذا يوم ثاني من جبتهن، هسه مخلي لهن مي وشكر، وتشوفون كوبين بصحة جيدة، وأكلها والله بعد تعبانات، والحمد لله والشكر على كل حال. ومشكور الأخ علاوي.